في الجمعة الماضية عما جاء في وصف جنة الخلد. بعدما تكلمنا في الجمعة الماضية عما جاء في وصف جنة الخلد التي ولد بها المتقون وعن أحوال المشتاقين إليها والعابدون، فإننا سوف نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن صفتها وعن حالها وعن نعيمها بشيء من التفصيل والتدقيق. عباد الله، إن الحديث عن الجنة يحرك القلوب من أجل تحقيق المطلوب. فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عباد الله، إن الذي يصف لنا الجنة هو خالقها، هو من غرس كرامتها بيده سبحانه وتعالى. قد وصفها لنا في كتابه العزيز، ووصفها لنا صفيه وحبيبه من خلقه صلى الله عليه وسلم، يصفها لنا كما رآها كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إذ خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلاة الكسوف، فلما انتهى من صلاته قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. الحديث في الصحيحين. فانتبه معي أيها الحبيب واسمع كلام من غرس كرامتها بيده جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينين يشرب بها المقربون. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. أحبتي بالله، هذا كلام من غرسها أو من غرس كرامتها بيده جل وعلا. فماذا قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعدما رآها؟ فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال: لو تكونون، أو في رواية أو قال: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قال: قلنا يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لبنة ذهب ولبنة فضة ومرارها المسك الأذفر وحسبانها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. هذا بناؤها كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حين رآها. أما عن غرفها وقصورها قال الله تبارك وتعالى:
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. وقال تعالى يعني بعدما تكلم عن صفات عباد الرحمن قال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وأخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال يا رسول الله لمن هذه الغرف؟ فقام أعرابي فقال يا رسول الله لمن هي؟ قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وفي الصحيحين كذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري. أما أشرار الجنة وبساتينها وظلالها فقد جاء فيه أخبار وآراء. قال الله تبارك وتعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفي الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها فاقرؤوا إن شئتم وظل ممدود. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح في بلاد الأفراح فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فيها شجرة، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن ثمرها فأمثال الهلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير، وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من ذرة مجوفة طولها 60 ميلا من تلك الخيام، وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا يكاد تناله الأبصار، وإن سألت لباس أهلها فهو الحرير والذهب، وإن سألت عن فرشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب، وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر، وإن سألت عن أسنانهم أي أعمارهم فأبناء 33 على صورة آدم عليه السلام أبي البشر، وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين، وأعلى منه سماع صوت الملائكة والنبيين، وأعلى منه خطاب رب العالمين، وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب إن شاء الله مما شاء تسير بهم حيث شاءوا من الجنان، وإن سألت عن حليهم وشارتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان، وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أما إن سألت عن أزواج أهل الجنة فإن جوابه أنه فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فاقرأوا عباد الله سورة
الرحمن ففيها من الخبر والبيان. هذه هي زوجتك عبد الله من الحور العين في الجنة إن كنت من المؤمنين الصادقين. في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها يعني خمارها ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وفي الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكل واحد منكم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. أما زوجتك عبد الله، أما زوجتك في الدنيا زوجتك المؤمنة التقية الطاهرة العفيفة، أما زوجتك إن كانت إن شاء الله تبارك وتعالى من أهل الجنة فاستمع، اعلم أن الزوجة المؤمنة من أهل الأرض أو من أهل الدنيا يكون جمالها في الجنة يفوق جمال الحور العين. وأنتم سمعتم وصف حور العين، فأي حال ستكون عليها زوجتك إن كانت من أهل الجنة؟ يفوق جمالها جمال الحور العين. لماذا؟ لأنها هي التي صامت لله وقامت لله، وهي التي حاربت الشهوات وصبرت على الأذى والبلاء فاستحقت من الله عز وجل أن يكافئها. عباد الله، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآية. أستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع نهجه، ثم أما بعد. أحبتي في الله، إن نعيم الجنة لا يحده حدود، ولا يفتر الإنسان عن ذكر نعيم الجنة ولا يمل من سماع نعيم أهل الجنة، فتنافسوا عليها عباد الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها الإخوة الكرام، اعلموا علم اليقين أن نعيم الجنة الحقيقي ليس في لبنها ولا في خمرها ولا في حريرها ولا في عسلها ولا في بنائها ولا في قصورها ولا في صورها ولا في نسائها، ولكن نعيم الجنة الحقيقي عباد الله يتمثل في رؤية وجه ربها. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة عباد الله كما فسرها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم هي التمتع بالنظر إلى وجه رب الجنة تبارك وتعالى، هي التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه، وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد. زيارته أو فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيلكم أي يأذن في زيارتكم، فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعة، وينهضون إلى الزيارة مبادرين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل له موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا، أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دليل على كثبان المسك، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم
نادى المنادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا من النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة. فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: قد رضينا فارض عنا. فيقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، هذا يوم المزيد فاسألوني. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وعن صهيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. زاد في رواية: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. عباد الله، هذه هي الجنة، والحديث عن الجنة يطول، وكل ما سمعتموه اليوم إنما هو قطرة من محيط، وإنما هو قليل من كثير. لماذا؟ لأنه لا يعلم حقيقة الجنة إلا ربها، وإلا من رآها بعينه صلى الله عليه وسلم. فأنا من مشمر إلى الجنة، من منكم سيشمر عن ساعديه ليفوز بهذه العروس الغالية؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا من تطلبون الجنة بغير عمل، يا من تطلبون الجنة بغير صلاة، يا من تطلبون الجنة بغير قيام الليل، يا من تطلبون الجنة وأنتم على معصية الله جل وعلا، يا من تطلبون الجنة بالذنوب والشبهات والشهوات. أين أنتم من الطاعات؟ أين أنتم من الطاعات؟ أين أنتم من قيام الليل لرب الأرض والسماوات؟ أين أنتم من قراءة القرآن؟ أين أنتم من عمارة بيوت الله عز وجل؟ أين أنتم مما يقربكم إلى الجنة؟ يا من تتشدقون بالكلمات وتزعمون أنه إن لم يدخلنا ربنا الجنة فمن يدخلها؟ انتبهوا واعلموا فإنه ما أقل حياء من طمع في جنة الله ولم يعمل بطاعة الله ولا بشرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن طالب الجنة لا ينام، إن طالبها لا ينام. فيا من تطلبون من الله الجنة ويا من تسألون الله الجنة، اعلموا أن الإيمان ليس بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلن تفوز بالجنة إلا إن عملنا بعمل أهل الجنة. واعلموا أن الإيمان هو قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهلها وسكانها، اللهم اجعلنا من أهلها وسكانها، اللهم اجعل الجنات هي ديارنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة.
ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم ألا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. اللهم ولا تحرمنا صحبة المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم واسقنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.